اهلا وسهلا، كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا كلشي لاباس. هاد العشيه هذه ان شاء الله غادي نفوتها معكم. نتمنى ان هاد الفيديو يعجبكم. غادي نشارك معكم طريقه ديال المحار باللغه العربيه بالكوري، اللي هو مول دو بوشو او بوزروق بالمغربيه. فكيجي رائع، بنين بنين بزاف. وغادي نرافقو مع المهم غادي نوريكم انايا شخصيا مع من رافقته على حساب سكر الحب، وغادي نشارك معكم العشيوه ديالنا، ونتمنى ان الفيديو يعجبكم. اول حاجه قبل ما غادي نمشي لطريقه التحضير، غادي نجمع الكوزينه. فهذا النهار بصراحه فوتو عيانه بزاف. النهار كامل وانا حاسه روحي ماشي مزيانه. البنات الغثيان ولا رجع لي وما عرفتش علاش، واش شي حاجه راها كضرني او المعده ديالي راها مزيره. فكنحس روحي يعني الحاله ديالي كتدهور. فقليل في كنكون يعني اون فورم، من كنكون اون فورم فما ما كان يعني ما كنهداش. كتلقاوني نجمع منا كندير في الشهيوات. مهم، ولكن شي مرات كنوض الصباح كنفطر، موراها كندير غير الحوايج الضروريين. بحال اليوم يعني فطرت الصباح عادي، موراها كنا مشينا صرفنا ورجعت درت الغداء بواحد السرعه في الكوكوت، يعني الغداء ديال ربع ساعه في الساعه، وموراها مشيت نعست. من بعد فقت كليت شويه البوتي، ولكن ما بغاتش هاد السخفه وهاد الغثيان يمشي عليا. فشربت واحد الكنينه، هذيك اللي كنت شاركتها معكم وريتها لكم، ديال الغثيان، حيت حسيت روحي مزير عليا بزاف، القلب ديالي يعني طالع بزاف. فالمهم شربتها وعاد كليت الكوتي، وموراها شربت واحد نص كاس، واحد نص فنجان ديال القهوه، حيت مع العشيه غير باش شويه يعني تعطيني شويه لينيرجي وكل شيء، وصافي باش نقدر يعني نصور لكم وندير العشاء. كنهضر وكنهد. اول حاجه غادي نشرب الماء، قديت عرفتو كنسخف. Tu veux du jus? Avec ici. C'est bon, j'ai déjà mis. اول حاجه طلعه كبيره والثوم. زوج ديال الطماطيشات. غادي نقطعوا البصله مكعبات صغار، المطيشه وحتى الثوم انا استعملت 6 ديال السنانف. بالنسبه للمحار حتى لاخر مرحله وكنخرجوه من الثلاجه. انا كنت وضعاته في الباك ديال الليغوم لتحت.
صافي من بعد ما غسلنا المول البحار، من بعد ما غسلناه مزيان وحيدنا كاع داك اللي مفتوحين ولا مهرسين لانهم كيكونوا توكسيك. المهم كنختار نخليو غير دوك اللي مبلعين. فهنايا غادي نحطهم في الطنجره وغادي نوضع عليهم غير واحد شويه ديال الماء، غير شويه، ونخليهم ينحلوا. صافي يا الراف واحد، غادي نخليهم حتى ينحلوا كاملين. والان غادي نضيفوا الزيت، البصله والثوم، نخليو البصله حتى تهبط، ومن بعد نزيدو عليها هذيك الطماطيش اللي قطعناها. غادي نضيف معلقه كبيره ديال الكوري، ونزيدو عليها شويه معلقه صغيره ديال الملح والفلفل الاسود. لا ما عنديش مغلقه فلها المقله هذه، فغطيتها بهذه باش شويه تهبط ديك المطيشه. فصافي كي المحار ينفتح غادي نخليه يتصفى. انا قسمته على زوج حيت الكميه كبيره وما غاديش يقدني لان الطنجره جايه عاليه، ففضلت انني نقسمه. غادي ندير النص، نوضع النص في الطنجره والنص في المقلاة. وبالنسبه لهذاك الماء، هذاك المرق يعني الماء ديال المول فاش طاب، ما غاديش نرميوه، غادي نزيدوه على البصله والطماطيش، وغادي نزيدو عليهم 200 مليلتر ديال الكريمه السائله، كتجي بنينه بزاف. وتقدروا تعوضوها بكريمه ديال بالحليب ديال الكوكو حتى هي كيجي رائع. فهنا وضعت شويه ديال المعدنوس اليابس، انا ما كانش عندي الخضر، فانتم تقدروا ديروا الخضر او اليابس اللي متوفر عندكم. خديت واحد الكورجيطه كبيره قطعتها هكذا طول، غادي ندهنها بالزيت ونوضعها في الفران على 200 درجه لمده ربع ساعه حتى ل 20 دقيقه. فوق ما طابت وتحمرت كتجي لذيذه بزاف. والمحار نخليوه يتشرب ديك العطريه وداك لاصوص ونطفو عليه. فهذا هو المحار او بوزروق كيتقدم مع الفريت. طبعا هما يعني حمرت لهم الفريت في الفران، وبالنسبه لي هنا غادي نكتفي بالقرعه الخضراء. بصراحه كتجي لذيذه بزاف والله، يعني كيجي واحد المذاق رائع. شتو بحال القرعه من كنقليوها في الزيت، يعني نفس المذاق كتجي بنينه، غير هذه كندهنوها غير شويه بالزيت وكنحشوها في الفران، فكتكون يعني صحيه اكثر. نتمنى انكم تجربوه بصراحه، يعني ما كرهتش لو راكم معايا وتذوقوه لانه جا لذيذ بزاف بزاف بزاف. كنتمنى ان يعني هذه الوصفه هذه تكون عجبتكم وتجربوها وتفرحوا راسكم العائله ديالكم او حتى من الى جاو الضياف. بصراحه يعني هذا الطبق هذا يعني يهمني بزاف بزاف بزاف، بالاخص هكذا في العشاء ولا حتى في الغداء. فكنشكركم بزاف على المشاهده، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد يكون احسن من هذا. بسلام عليكم.